اللي حصل في البرنابيو ده مش ماتش كورة، تقدر تقول ملحمة، فيلم، كانت رواية بس برجلين ساكا ورايس ودماغ أرتيتا. أرسنال اللي كان بيتريق عليه جمهور الدنيا كلها، فريق بيتفسح في أوروبا حرفيا، بيروح عشان يشتري تيشيرتات من المطار والكلام ده. الفريق ده راح البرنابيو، قلب الطاولة وقلب دماغ الريال وأخد تأشيرة نص النهائي وهو بيضحك. تعال نحكي الحكاية من الأول. انت متخيل تدخل البرنابيو، الملعب اللي بيخوف القارات مش بس الفرق، الملعب اللي جماهيره بتعمل بو لأي حد بيفكر يهاجم، واللي فيه جمهور لو شافك بتكسب بيديك شحنة نفسية سلبية بتقعدك أسبوع تعالج نفسك. أرسنال دخل بثقة، أيوة يا ابني دخلوا عارفين هم مين وجايين يعملوا ايه. أرتيتا قال للعيبة احنا مش جايين نتفرج، احنا جايين نكمل مشروع، وجزء من المشروع اننا نكسب دوري الابطال. مين قال انه مدريد ليه حصانة؟ بدأت المباراة والريال ضغط اول 10 دقايق، طبيعي ملعبه وجمهوره والسيناريو التقليدي بتاع نقتلهم بدري بدري وشخصية البطل تظهر معانا من اول دقيقة وكل الكلام ده. بس ارسنال كان مختلف، مش مرعوب، مش مرتبك، مش متوتر. ساكا كان ماشي على الجبهة اليمنى كأنه راح يشرب شاي، مش بيلعب كمافينجا، مش فاهم ازاي. واوديجارد كان ماسك الريتم كأنه عازف بيانو. هو ده اوديجارد بتاع ريال مدريد اللي مشوه ببلاش؟ مش فاهم هو ايه ده. ريال مدريد مش فريق بيستسلم ومش هيسيبك تكسبه وتروح كأنك سرقت شوكولاتة من كشك المدرسة، ده الريال. بس بعد الجون الريال هاجم وضغط، وفينيسيوس كان بيعمل مراوغات تخلي اي ظهير يفكر يعتزل ويفتح كافيه، انت فاهم بقى. بس رايس كان صاحي صامد ومش بيتحرك الا وهو عارف بيعمل ايه. ده رجل المباراة الاولى لو تفتكر، وخدها برضو المباراة دي. بس يلا، المهم الضغط زاد بس ارسنال فضل ثابت، واخيرا الريال جاب التعادل عن طريق فينيسيوس، دربكة كده طبيعية، الكرة خبطت في 3 رجول، 2 احلام وراحت له شاطها وحطها، يلا شكرا. المهم ان الريال خلاص تعادل. ساعتها قلنا خلاص الريال راجع والريمونتادا في الطريق. بس ارسنال كان ليه رأي تاني، لو في فريق بيكسر الريال في البرنابيو يبقى فريق عنده جنان، شجاعة وسقف طموح ملوش حدود. ارتيتا قرر يعمل المستحيل. جمهور الريال مش مصدق ازاي فريق بيتشتم من 5 سنين بقى بيكسبهم في ارضهم في البرنابيو، انا مش فاهم. المهم الماتش خلص الحمد لله، ارسنال 2 الريال 1. مش بس كده، ده المباراتين طلعوا 5-1 للمدفعجية، اللي راح النص نهائي لأول مرة من أيام ما كان فان بيرسي لسه بيجرب يربي دقنه، وتيري هنري اللي كان شايل الدنيا كلها. يا جماعة أرسنال ده من فترة قريبة جدا كان بيلعب في دوري المؤتمر. أنا نفسي بس تدركوا اللي احنا فيه. ده مش فريق اللي كان بيدك من 5 من الباير، ده فريق ناضج مركز ومدربه عنده خطة، مش ماشي بمبدأ يلا نكسب وخلاص، دي ماشية بمبدأ هنبني الامبراطورية اللي بنقول عليها بقالنا سنين. واللي لازم نقوله هنا، أرسنال ما بقاش بس فريق عنده لعيبة حلوة، لا بقى فريق عنده شخصية. يا جدعان جمهور أرسنال كان عايش حلم، ناس بتعيط، ناس بتضحك، ناس لابسة تيشيرت بيركم من سنة 2004 وبترقص في شوارع مدريد. حد يقول لي بعد اللي حصل ده أرسنال هيخاف من مين؟ باريس يا عم، الفريق اللي كسب مدريد في البرنابيو مش هيفرق معاه اي حد. بس خليني اقول لك على حاجه، اللي جاي اصعب. والله زي ما بقول لك اللي جاي اصعب بكتير. نص النهائي محتاج تركيز اكتر، وخصوصا انت هتقابل واحد من افضل الفرق في الموسم ده. طبعا انت خرجت مدريد وعامل معجزه، بس دلوقتي هو كمان عامل معجزه حرفيا مع انريكي. بس لو الفريق ده فضل بنفس الشخصيه وبنفس الهدوء وبنفس النضج ممكن الحلم يبقى حقيقه. فكر معايا بقى، لو أرسنال السنة دي قدر يكمل ويوصل للنهائي، هل ممكن نشوف المدفعجية بيرفعوا دوري الأبطال لأول مرة في تاريخهم؟ ده تيري هنري ما عملهاش. ولو كسبوا هل هيبقى عندهم القوة ان هم يفضلوا في القمة؟ ولو هيقعوا زي فرق كتير قبلهم؟ كنا فريق حلو بس ناقصه حاجة. دي كانت حكاية قديمة لحد ما جه خلاص ارتيتا، الناس اللي كانت كلهم بيشككوا فيه في الأول. الراجل ده ما دخلش بس يظبط تشكيل الفريق، ده دخل يعمل ثورة من اول يوم وهو بيقول انا مش جاي اشارك، انا جاي انافس. والناس كانت بتضحك. دلوقتي
نفس الناس دي بتدور على تذاكر نص نهائي ارسنال وباريس. يا سبحان الله، لما تبص على ارسنال دلوقتي تحس انك قدام كتاب مدروس بعناية، كل لاعب ليه دور، كل حركة محسوبة، كل ماتش ليه خطة محكمة. شوف الحلم بقى قريب وقريب جدا كمان، ولو ارسنال كسب دوري الابطال هتبقى الحكاية دي مش بس عن فريق، لا هتبقى فعلا المثال الحقيقي للمشروع والحلم، وازاي تصبر وترفض الاستسلام في نص الطريق وتبص على اخر المرحلة. وده يا صديقي احلى انواع الانتصار. اعمل لايك لو حسيت انك كنت في قلب الرحلة معانا، وسبسكرايب عشان نكمل مع بعض، لان لسه عندنا كلام كتير عن ارسنال واوروبا والحلم اللي ماشي على رجلين ساكا وارتيتا. سلام.